بالنسبة لمسلسل ذا جود لايف حياة الماعز، الفيلم ده فيلم هندي وحقق مليار مشاهدة من أول 3 أيام من نشره. ركز معايا عشان خاطر هنتكلم في الفيديو ده عن معلومات مهمة جدا جدا. الفيلم ده أثار غضب السعوديين حتى الحكام لدرجة إنهم منعوا إن الفيلم يتذاع في السعودية. مش بس كده، الممثلين اللي أدوا الدور على إنهم سعوديين تعرضوا لهجوم كتير جدا من السعوديين ومن الحكومة السعودية علشان شاركوا في الفيلم ده. والفيلم ده باختصار مش هطول عليكم، هسردكم القصة عشان خاطر الناس اللي ما شافتش الفيلم وعارفة القصة عاملة ازاي. القصة ان 2 من الهند، نجيب محمد وحكيم، الاتنين بتكون الظروف معاهم وحشة في بلدهم وبيكونوا عايزين يحسنوا الدخل. بعد ما هحكي لكم القصة هبدأ أرد على الناس اللي بتتكلم وبتقول رأيها في الفيلم على إنه إساءة للسعودية وعلى غضب السعوديين. هتكلم عن نقطتين 3 مهمين جدا هيحسموا القضية دي. نجيب محمد وحكيم بيكونوا عايزين يحسنوا الدخل بتاعهم، فبيسافروا السعودية على إنهم هيشتغلوا في شركة. أول ما بيوصلوا المطار بيجي واحد على إن هو الكفيل بتاعهم، بيعاملهم بأسلوب وحش جدا وبياخدهم معاه على إن هو اللي هيوظفهم، على إن هو الكفيل بتاعهم اللي هيشغلهم في الشركة اللي هم المفروض جايين يشتغلوا فيها. المعاملة بتكون وحشة جدا والطريقة زبالة، حتى لدرجة ان هم لما بييجوا يركبوا معاه العربية نقل ما بيرضاش ان هم يركبوا معاه في الكابينة وبيرميهم كده وبيدفعهم بإيده اللي هو هتركبوا ورا. وبالفعل بيركبوا ورا وبيوديهم لمكان صحراء والدنيا ليل وهم مش عارفين رايحين فين. ومش بس كده، بيودي كل واحد فيهم في مكان. المشكلة طول الفيلم ان لا الهندي بيفهم عربي ولا العرب اللي هم السعوديين بيفهموا الهندي، بالتالي هو بيتكلم هم مش فاهمين عايز يقول ايه، وهم لما بيتكلموا هو رايح يشتغل ومش فاهم ايه اللي بيطلب منه ومش فاهم هم بيقولوا له ايه. ده غير المعامله الوحشه طول الوقت. بيرموهم في الصحراء والمفروض ان هو ما فيش في الصحراء دي غير البهايم وشويه الميه اللي بيرعوا بيهم البهايم دي، وان هم المفروض ده شغلهم ودي حياتهم. تنام في الخيمة، تنام في الصحراء، تنام في الشارع، ايا كان، مفيش اي رفاهيات، حتى ان الحمى مش متوفر. يعني عشان هم يستحموا ما بيكونش فرصة ولا رفاهية ان هم يستحموا. مش بس كده، ده هم بيكونوا في الصحراء مش عارفين يخرجوا منها ولا عارفين حتى الطريق اللي هم يقدروا يطلعوا بيه من المكان اللي هم فيه. فبيفضلوا في الصحراء 1 و2 و3 و4، حتى ان الراجل دقنه بتبقى كبيره جدا، وكمان بيكون عايز يكلم اهله من اول ما بيوصل. الكفيل مش بيعبره اساسا ولا بيخليه يكلم حد، فهو بمجرد ما انه وصل السعوديه افترق عن صاحبه وافترق عن اهله ومش عارف حتى يطمنهم ولا يطمن عنهم بمكالمه تليفونيه. فبيسلم امره للواقع، بيحاول يهرب اكتر من مره ما بيعرفش، بيسلم امره للواقع ويفضل عايش العيشه دي ولا حاجه غير ان هو وسط المعيز، وسط الاغنام، وسط البهايم، اعزكم الله، ياكلهم ويشربهم لدرجه ان هو كان بيشرب من الميه بتاعتهم اللي بيشربوا منها، من الإناء اللي البهايم بتشرب فيه. بيحاولوا يهربوا ما بيعرفوش يهربوا لحد ما بيجي واحد أفريقي اسمه إبراهيم، وده له دور مميز جدا جدا، وده بيكون أفريقي والجنسية صومالي. إبراهيم ده بيكون اتعرف عليه حكيم، ومن سبيل الصدفة حكيم بيتقابل مع نجيب صدفة في الصحراء وبيعرفوا بعض برغم شكلهم المتغير، بيعرفوا بعض بس من الصوت. وبيقول له كده إن اللي لسه فيك زي ما هو الصوت، كل حاجة اتغيرت ما فيش إلا الصوت. ده غير طبعا الضرب والإهانات اللي تعرض ليها نجيب لدرجة إن هو أصبح عنده إعاقة في رجله بسبب إن هو مرة حاول يهرب واتضرب بالنار واتخبط في رجله لحد ما للأسف تسبب في إعاقة. إبراهيم دوت اللي اتعرف عليه حكيمي بيخططوا مع بعض وبيظبط مع نجيب، بيرمي له ورقة كده ويكتب له فيها إن إحنا هنهرب بالطريقة دي في يوم حفل زفاف الكفيل، عنده فرح بنته فكلهم هيروحوا حفل زفاف فهنهرب في اليوم ده. فعلا بتبدأ رحلة الصراع والهرب، وفعلا بيهربوا من المكان، بس خروجهم من الصحراء بيكون صعب جدا جدا ورحلة متعبة للغاية، لأنهم بيتعرضوا للجوع والعطش، وأكتر من مرة بيغمى عليهم وحادثة إغماء. وإبراهيم بيكون فاهم التعامل مع الصحراء وبيعالجهم العلاج اللي هو الطبيعي الطبي البدائي بتاع العرب. أثناء الرحلة حكيم بيتوفى، بيموت لأنه مش بيتحمل الجوع، وفجأة كده بيجيله صرع في لحظة الموت وبياكل أو بيسف الرملة لدرجة ان هو بينزف دم وبيموت. بيكمل الرحلة نجيب ومعاه إبراهيم اللي هو عارف الرحلة، وللأسف إبراهيم حتى ما بيكونش عارف هم هيخرجوا ازاي، لكن هو هيهربهم بان هو هيدي ظهره لشروق الشمس او العكس وبيمشي مع اتجاه الشمس وخلاص، انما مش عارف الطريق طولها قد ايه ولا هيمشي ازاي اتجاه مظبوط. فبيمشوا محاولة اللي هو يا نعيش يا اما هنموت، واحنا كده كده المكان اللي احنا فيه كنا ميتين. لما بيوصلوا الاسفلت
وبيطبوا بر الامان، وفجأة بيختفي ابراهيم وبيفضل نجيب لوحده ويلاقي نفسه لوحده القرب من الاسفلت، وخلاص هو بيطلع وبتيجي عربية بتاخده بيرجعوه، حد بيوقف له بعربية وبياخده يوديه عند السفارة او الحكومة السعودية وبيخلصوا الاجراءات، وبيطلع على المطار، وبمجرد ما هيركب الطيارة على اساس ان هو راجع بلده الفيلم بيخلص. ابراهيم بيختفي مرة واحدة قبل الاسفلت بشوية، قبل ما يوصل نهاية الطريق ابراهيم بيختفي، ما نعرفش راح فين. اكثر من اشارة زيها مثلا اختفاء ابراهيم بيدل ان الفيلم هيكون ليه جزء ثاني. دي القصة كده باختصار. رأيي الشخصي فيها الهجوم من السعودية ومن الحكومة السعودية غير مستحق، او بمعنى ادق ان احنا بنعمل هجوم عليهم ده بيسوء سمعتنا اكتر ما احنا سمعتنا بايظة. يعني انا لو سعودي برغم نجاح الفيلم الرهيب اللي حققه، الى اني اطلع اوضح الصورة بكلمتين ثلاثة، جملتين ثلاثة، افهم الناس الحقيقة، بدل ما احنا شغالين نهاجم على الفيلم ونقول ان الفيلم بيجسد السعوديين مش عارف ايه. الموضوع باختصار يا جماعة ان دول مش السعودية، دي مجموعة من الناس، عصابة من السعودية، زي ما اي بلد فيها عصابة، ناس خدت دول وقطعوا الورق بتاعهم اللي جايين بيه، ومفيش اصلا اتفاق على مرتب ولا في اي حاجة، ورموهم في الصحراء، انتوا بس هتاكلوا وهتشتغلوا، واللي عايز يهرب فيكم هنموته، لو احنا ما موتناهوش هو كده اوريدي مش عارف الطريق، فلما هي يهرب هيموت. فدي عصابة، دي مش الحكومة السعودية ولا السعوديين كشعب. انا مش بدافع عن السعودية، انا في الاول في الاخر مصري، السعوديين احنا عرب في الاول وفي الاخر والدنيا تمام، لكن ده حقيقي مش دفاع عن السعودية. لكن فكرة الفيلم انا اللي فهمته كده ان دي عصابة من السعودية، مش سعوديين، مش الشعب السعودي ولا الحكومة السعودية. ده أول نقطة. النقطة الثانية، هم لما جم يسافروا أصلا من الهند للسعودية في بداية الموضوع، سبب إن هم هيسافروا إن في حد من عندهم من البلد سافر للسعودية حياته تغيرت 180 درجة، لدرجة إن هم كانوا شايفينه مثال ليهم إن هم يسافروا السعودية زيه. وده معناه وبيأكد وبيوضح بالفيلم نفسه إن إحنا عادي جدا في ناس بتروح ومش بتتعرض للنصب. يعني دول حظهم إن هم مع عصابة من السعوديين، وده اللي كان الجزاء معهم، او ده اللي حصل معاهم. الحاجة الثالثة والاهم ان هو لما وصل على الاسفلت اللي خدوا بالعربية بتاعته، برغم ان الراجل شكله كان مش شكل بني ادم طبيعي خالص، دقنه طويلة وشعره كبير وشكله متبهدل، واحد ليه سنين ما استحماش الا مرة، طول الثلاث 4 سنين ما استحماش الا مرة واحدة، اعزكم الله. انا لو بعربيتي هخاف اخد حد زي ده معايا، ومع ذلك اللي خده بالعربية كان راجل سعودي ووصله لحد المكان اللي هو يقدر ياخد بيه خطوة ويقدر يرجع بلده. بالفعل قد كان. اخر حاجة والحاجة الرابعة ان السعوديين نفسهم لما مسكوا الراجل ده عملوا معاه الاجراءات اللازمه، برغم انه مفيش في جيبه اي فلوس، مفيش اي ورقيات، اي حاجه تدل على ان الراجل ده شخص سليم، وبرغم كده تحققوا من الشخصيه بتاعته وتحققوا ان هو هندي وعملوا اللازم. ومش بس كده، وفروا له اللي يخليه يرجع لبلده سالم آمن. فالموضوع لا يمثل السعوديين. هو يمكن نجاح الفيلم هو اللي قلب الرأي العام السعودي، وازاي احنا السعوديين كده. مش معنى كده انا بقول ان السعوديين ملايكة ولا حاجة، لا، كل بلد فيها وفيها، لكن عمر ما هتكون في دولة في العالم بالجبروت ده حتى النهاردة إسرائيل اللي حاصل منهم مع فلسطين، في ناس من الشعب الإسرائيلي نفسه بتطلع وبترفض اللي بيحصل. فالموضوع مفيش دولة في العالم أيا كان عرب أو غير عرب هتكون بالجبروت ده، إن أنا أجيب ناس أشغلهم بدون مقابل وحياتهم، يعني اسم الفيلم حياة الماعز، ذا جود لايف، يعني مفيش حاجة اسمها حياة الماعز، حتى المسمى أصلا خطأ. مفيش دولة في العالم هتسمح بإن حد يعيش بالطريقة دي مش عيشة أصلا، دي عصابة لا تمثل الشعب السعودي. طبعا أنا بتكلم كده على إني ممكن حد يقول لك طب هو فيلم أنت بتتكلم مع، لا، للأسف المذكور إن القصة حقيقية وإن الشخص موجود فعلا. المفروض إن الجزء الثاني اللي هيتعامل من الفيلم يكون فيه باقي القصة والتكملة، والراجل ده لما رجع بلده إيه اللي حصل، والتفاصيل كاملة لسه المفروض في الجزء الثاني، لأن الراجل اللي حصلت معاه القصة موجود حي يرزق، اللي حصل مع القصة الحقيقية. فأنا بتكلم على القصة على إنها حقيقة وليست مجرد فيلم. أتمنى تكون الرسالة وضحت. أنا مش بدافع عن السعودية ولا بهاجم الهند، واللي مخليني بتكلم بإنصاف كده لأن برضو في الفيلم نفسه كان نجيب محمد، ويكفي إن والده اسمه محمد، فإذا هو من دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني مسلم. والتاني حكيم، وإبراهيم اللي كان قائد ليهم في الرحلة إنه هو يطلعهم برا الصحراء. الثلاثة كانوا مسلمين، وإبراهيم
كان بيتضرع دايما لربنا سبحانه وتعالى كل ما بيشتد الامر. عشان كده بقول دوره كان مميز، وكان بيبتهل اثناء الرحله، كان في ابتهالات بتشتغل برضه كلها دعاء وصلاه لربنا سبحانه وتعالى. بما ان دول مسلمين والهند ما اسأتش للاسلام، فاذا هم قاصدين السعوديه بالاخص، والسعوديه مهبط الرساله. يعني سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام من السعوديه نزل، كان في مكه سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام وهاجر الى المدينه. فالموضوع كده هم مش المقصد ان هم يضربوا الاسلام او ان هم تكون الضربه موجهه لدين الاسلام، لان هم كانوا مسلمين. فالموضوع بما اني ماشي بانصاف فلازم اقول رايي بانصاف من اللي انا شفته من خلال القصه دي، على اعتبار انها قصه حقيقيه. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو والرساله وضحت. ما تنسوش تحطوا اعجاب للفيديو، تشتركوا في القناه. استنوني في فيديوهات جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.